ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا نرسم الصليب مع بعض. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. النهاردة هنتكلم عن قديس عظيم، وهو القديس يوليوس الأقفاصي، وهو كاتب سير القديسين. اتولد يوليوس من أب وأم مسيحيين في مدينة اسمها أقفاص، علشان كده اتسمى يوليوس الأقفاصي. والمدينة دي يا أصحابي هي البهنسة في محافظة بني سويف. ولما كبر يوليوس راح لمدينة الإسكندرية. في الوقت ده يا أصحابي بدأ دقلديانوس إنه يضطهد المسيحيين، ويوليوس كان بيخدم القديسين اللي كانوا بيروحوا يستشهدوا، وكان بيزور المسيحيين اللي في السجون. ليه يا صحابي؟ علشان كان بيحب يساعدهم ويشجعهم. ولما كمان كانوا بيروحوا يتحاكموا كان يوليوس بيروح وراهم، ولو لقى أي حد منهم بيتعذب كان على طول بيعالجه. كان يوليوس مهتم قوي انه يكون موجود بنفسه في اماكن الاستشهاد. تعرفوا ليه؟ علشان ياخد اجساد ابائنا القديسين ويشيلهم بكل اكرام ويبعتهم لبلدهم علشان الناس تاخد بركتهم. ويوليوس يا اصحابي كان من اسرة غنية جدا، وعلشان كده كان بيطلب من 300 خادم انهم يسافروا لاماكن كتيرة علشان يتابعوا القديسين وهم في طريق الاستشهاد ويهتموا بأجسادهم ويدفنوهم. وكمان بيجمعوا معلومات عن كل شهيد علشان يكتبوا سيرته. وكان بيشرف يوليوس على كتابة سيرة كل شهيد، وبينسخ من سيرته نسخ كتيرة قوي علشان قصته تنتشر في أماكن كتير، وبكده كل الناس تفضل عارفة اللي عمله كل شهيد للحفاظ على الإيمان. وفي يوم من الأيام يا أصحابي ظهر ربنا للقديس يوليوس في رؤية وقال له: افرح يا حبيبي يوليوس، الأكاليل معدة لك، قم وامضي إلى والي سمنود واشهد لاسمي، فسيؤمن كثيرون بسببك. وفعلا يا أصحابي راح القديس يوليوس وأعلن هناك إيمانه، وآمن عدد كتير جدا جدا. ويوليوس بعد كده يا أصحابي اتعرض لعذابات كتيرة خالص، لكن هو كان بيتقبل العذابات دي بفرح، وكان بيعمل معجزات كتير. وحتى حاكم سمنود آمن باسم ربنا يسوع المسيح. وفي النهاية استشهد يوليوس في يوم 22 توت. بركة شفاعته تكون معانا. وكمان يا أصحابي كل سير القديسين اتجمعت في كتاب اسمه السنكسار، وده كتاب فيه تذكارات كل الأعياد والأصوام، وبيكون مكتوب بترتيب حسب السنة القبطية. ولغاية النهاردة بيتضاف في كتاب السنكسار سير قديسين وشهداء كانوا عايشين وسطينا وعرفوا يشهدوا لربنا بإيمانهم. وآية النهاردة يا أصحابي: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. الشاهد عبرانيين 13:7. باي باي.